anyway هيك لخبركم شو صار امبارح. هلا انا من اول ما ظهرت من المستشفى عم بيقولوا لي شوفي لاكتيشن دكتور وهيك، يعني وحده تعلمك كيف تقدري تعملي بريست فيدينج. ما انا قلت شو لاكتيشن دكتور، يعني هو شو مش عارفين شو بدهم يشتغلوا بالحياه. اشتغلوا هيدي يعني اخترعوا شي هيك براسي انا. لحد ما امبارح عن جد حسيت حالي عم بستسلم، عرفتوا؟ زوجي أصر خلص بدك تشوفي حكيم. هيك قاعد يدور على جوجل وهيك لقى وحدة. لا أول شي لقى اثنين. وحدة اجت هي دكتور عادية، يعني جنرال دكتور مع النيرس تبعتها. قلت له ليش جايب جنرال دكتور؟ يعني شو بدها تيجي تساعد؟ في وحدة لازم تكون أخصائية بهالموضوع. قال لي خلص هلا اجت شوفيها. شفت تحدثت أنا وياها. المفروض تكوني مرتاحة بالقعدة. يعني هي عم تحاول تحلل شو لازم اعمل. عرفتوا؟ مبين عليها مش فاهمين شي بهالموضوع يعني. وإذ بتجيكن الحكيمة اللي هي عن جد أخصائية بهالشي. باي ذا واي عم بحكي عن الرضاعة للي ما فهم. أي ساعة محسوبتكن بتجي؟ يعني قاعدة عم تشتغل من الصبح لبالليل، خلصت شغل 7 بتجي لعندي 9 ونص. تخيلوا معطيبة يعني. بدي اروح اشوف ولادي وهيك مدري شو. زوجي اصر عليها ورجعت حكيت معها انا على التليفون وهيك. قالت لي خلص رح اجي بس حشوف ولادي شوي واجي. اجت 9 ونص. anyway انا قلت شهيدي على فالصو هيدا، يعني شو بدها تجي بس يلا خليني خلص بدي اجرب اي شيء. واذ بتجي ملاك. اجت عم بتطير هي مع جوانح ملاك واجا لعندي على البيت. شو بدي اخبركن؟ اللي ما شايف لاكتيشن دكتور يعني أخصائية رضاعة ضروري 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 تشوفي. مستحيل قديه يعني. أو أنا الوحيدة اللي مش فاهمين الشي، كنت وانتو كلكم فاهمين. واني يفوتني القطار ورجعنا نحكي بالقطار. واني يفوتني القطار وما أدري ما بعرف. بس شو شرحت لي قصص، شو فهمتني ان ديتيلز بالتفاصيل. انه انت مثلا عم تحطيها هيك، انه انت عم تحطيها هيك، يعني كيف انتوا قاعدتيها مثلا هي انه تشرب. لا وابنتي حقتي كانت يا حرام تحاول. عرفتوا؟ فبتعلمكن اشياء، بتدلكن على اشياء طيوبة بشكل بتعطيكن قوة، بتعطيكن موتيفيشن، بتعطيكن هيك عن جد تحفزكن على بتحسسك قديه دورك مهم. ما بخبرك ضليت للساعة يمكن 11 ونص عندي. هالساعتين كأني رحت عند حكيم نفساني. هي فلت من هون حسيت حالي أخف. يعني كنت حاسة حالي هيك في تقل علي مش فهماني، أو عطتني guidance. عرفتوا؟ ف كتير عبالي أخبركن عن هالموضوع. يمكن أنا أكون إشارة لإلك إنك تشوفي هيك حكيم، أو بركي بس إيه لأنه زوجي اللي معه رقمة. بس يفيق زوجتي حكيتي بحط لكم رقمها هون. ما بعرف تفاصيلها أنا. عرفته؟ ومنا دعاية ولا شيء إنه نحن دفعنا وكل شيء عادي. وراح ضلني أدفع كل ما أجيبها. عرفته؟ بس عن جد بتستاهل، عن جد عن جد عن جد، لأنه من قلبها من قلبها. مش إنه لأنه أنا بالمستشفى بعتولي لاكتيشن دكتور اجت ولا خبرتني شيء ولا شرحت لي شيء. عندك اي سؤال بتقلي انا شو معرفني شو بدي اسال. عرفتوا اي ستايل؟ وما حدا علمني شيء بالمستشفى، ما حدا قال لي شيء. كانت ما بعرف شو خبركم يعني، لانك انجا بتذكر اصلا كنت مخدره سو عرفتوا؟ فبحط لكم بركه تفاصيلها زي يهمكم الموضوع. حسيت انه لازم اخبركم هيدا الشيء. ولا ما خلص اسكتي. الله يسلمك ليكي بحكي جمل صحيحة بلا لهتة. ليكي عادي. أصلا اللحظة إذا أنت حامل، اللحظة اللي بتولدي فيها بيرجع نفسك دغري.
لا وجع الظهر ما بيروح، انا وجع ظهري ما راح، بس وجع الاجرين، ضيقة الخلق، آه، الشراهية والوحشنة بالاكل بتروح. شو كمان كان في عندي وراح؟ ايه هاي لا مشية البطريق، هي مع الفيزيوثيرابي اللي راحت. صراحة عم بعمل فيزيوثيرابي إلي من وقت ما ولدت، على فكرة يمكن بعد كم يوم من ما ولدت عملت فيزيوثيرابي. صرت عاملة 10 سيشنز. بعدين لو ما فيزيوثيرابي أنا ما بقدر أقعد هيك هلأ مثل ما قاعدة. فإذا حاسة بأوجاع عن جد ما تتركي حالك، ويا ريت بلشت أنا فيزيوثيرابي لما كنت لما كنت بآخر فترة حملي، لما ما كنت قادرة بقى أوقف، كنت عم بتحمم، عم حط كرسي بالحمام، تخيلوا أي درجة. فيا ريت بوقتها جبت فيزيوثيرابي، بس التاس شنو تسوي.